ازيك يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده يا جدعان هنشرح مع بعض محاكي فيفون جاجا بديل لايسلاند وشلتر. طبعا المحاكي ده مش افضل منهم ولا حاجه، ولكن احنا بنستخدمه في حاجات معينه مش موجوده في ايسلاند ومش موجوده في شلتر. فلو انت حابب ان انت تجرب المحاكي ده وتشتغل عليه، طبعا الفيديو ده هيبقى مفيد جدا جدا ليك. هنشرح مع بعض ازاي تنزل المحاكي وتسطبه وازاي تشتغل عليه عامه. هنعرف كل حاجه ان شاء الله في فيديو النهارده، ولكن قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونعمل لايك للفيديو ده وتشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس. ويلا بينا على طول نبدا الفيديو. طبعا اول حاجه هسيب لك رابط تحميل المحاكي بتاع فيفون جاجا في وصف الفيديو، وهسيب لك كمان الرابط بتاعه على قناه التليجرام لو انت من اخواتنا اللي على قناه التليجرام. لو انت مش موجود على قناه التليجرام روح انضم هناك، بننزل حاجات جامده هناك. في حاجه مهمه برضو في المحاكي ده قبل ما تنزله وقبل ما تشتغل عليه، هو طبعا مش بيدعم جميع الهواتف او بالتحديد اصدارات الاندرويد. لو جينا هنا كده على الاعدادات زي ما انتم شايفين، هنخش على حول الهاتف، هنلاقي ان اصدار الاندرويد بتاعي 15. طبعا هو للاسف ما بيشتغلش على 15 وما بيشتغلش على 16. انا جربته على تليفوني الاساسي ده ما اشتغلش معايا لان اصدار الاندرويد بتاعي 15 ده بيبقى محاكي كامل، فتقريبا بيبقى تقيل شويه او يعني بيتطلب امكانيات حلوه شويه. فلو تليفونك ضعيف ومعدوم بلاش ان انت تنزل المحاكي ده، وفي كتير جدا جدا بديل له، وانا شخصيا بستخدم ايسلاند وعلى طول بستخدم ايسلاند. طيب هنبدا ان احنا نخش على رابط التنزيل، هيجي لك بالشكل ده، هيظهر لك اعلان. طبعا هنضغط هنا كده، وطبعا مختصر يا شباب لازم ان احنا نتخطى الاختصار ده. هتضغط هنا كده على اخر واحده بالشكل ده يا شباب. المفروض ان هو بيقول لي تمت العمليه 100%. طبعا ممكن نطلع دي عادي. هنضغط هنا كده بالشكل ده يحولني تحت لغايه لما الاقي الكلمه دي، هضغط عليها كده هيجي لي اعلان هطلع منه بالشكل ده، يحولني كمان لصفحه زيها. هعمل نفس الخطوات، هضغط على العلامه الحمراء دي وهستنى لغايه لما يعد معايا 100%. بعد كده هضغط هنا برضو تاني هيحولني تحت على الكلمه دي، هضغط عليها كمان مره. المفروض ان دي اخر مره، هم 3 مرات يا شباب. بعد كده بيحولك طبعا لاخر واحده زي ما انتم شايفين. هننزل تحت كده هيقول لي ان الرابط بتاعك جاهز، هضغط على كلمه جود تو لينك بالشكل ده، يحولنا على طول على ميديا فاير احمل بقى التطبيق او محاكي فيفون جاج. هنضغط هنا كده على التحميل، وزي ما انتم شايفين يا شباب هنستنى شويه كده. وطبعا زي ما انتم شايفين بتضغط على كلمه تنزيل على اي حال. طبعا بيبدا معاك التحميل، طبعا هو 7 دقائق 8 دقائق على حسب سرعه الانترنت عندك. فهنستنى لغايه لما الملف ينزل خالص. وبعد ما الملف ينزل معانا هينزل معانا بالشكل ده، هنضغط كده بالشكل ده يا معلم عشان نبدا ان احنا نثبت المحاكي. طبعا بيقول لي هل تريد تثبيت هذا التطبيق؟ هقول له ماشي مفيش مشكله، تم التثبيت اهوت او جاري التثبيت. وطبعا في نسختين من المحاكي ده طبعا النسخه الاولى وفي نسخه تانية ذهبيه اقوى شويه، ولكن اللي احنا بنشرحها في فيديو النهارده هي دي. لو عايز ان انت تنزل التانية وتجربها مفيش اي مشكله، ابحث عنها، في ناس كتير شارحه عنها على اليوتيوب. طبعا هما الاثنين زي بعض بالظبط في طريقه التسطيب وطريقه التشغيل وكل حاجه. هنضغط على كلمة فتح بالشكل ده يا معلم، وهنستنى طبعا لما التطبيق يفتح معانا. تضغط هنا على أول اختيار وهقول له سماح بالشكل ده، وركز معايا بقى في الخطوات هنا. طبعا هي اللغة هنا يابانية تقريبا أو صينية، فاحنا طبعا مش هنعرف إن احنا نقرأ الكلام ده، ولكن أنا هبسط لك العملية خالص وأنا طبعا عارف الخطوات دي. أول حاجة طبعا بيقول لي افتح خيارات المطور، فهضغط هنا كده على العلامة دي. وطبعا زي ما انتم شايفين علشان أفتح خيارات المطور بتيجي على كلمة إصدار نظام التشغيل وتضغط عليها كده بالشكل ده 7 مرات 8 مرات. وزي ما انتم شايفين لقد أصبحت الآن مطور برامج. هنطلع هنا كده بالشكل ده، هتلاقي إن الاختيار التاني بقى علامة صح عليه. تالت اختيار طبعا بيقول لي إن أنت تفتح إصلاح مشاكل اليو اس بي. هنضغط هنا كده بالشكل ده، وهنيجي تحت كده ننزل على الاختيار ده هنلاقيه هنا تصحيح أخطاء اليو اس بي. هنفتحه بالشكل ده، هنعمل أنا علم بالمخاطر وهنضغط على كلمة موافق. وطبعا في الأول وفي الآخر الفيديو ده تجربة شخصية مش اكتر يا شباب، وبهدف التعليم والشرح فقط. هنضغط على كلمة موافق، وهنيجي هنا كمان على كلمة تصحيح الاخطاء اللاسلكي. هنضغط عليها ونفتح الاختيار ده بالشكل ده، ونرجع تاني لمحاكي فيفون جاجا زي ما انتم شايفين يا شباب. هنضغط هنا كده بالشكل ده عليه كمان مرة او اخر اختيار ده. طبعا هو بيطلب مني ان انا اخلي التطبيق في تقسيم الشاشة. هتضغط على علامة المربع بتاعة الاختيارات اللي تحت اللي هو بيرجع وكده. هتيجي تضغط ضغطة مطولة على التطبيق فيفون جاجا وتخليه تقسيم شاشة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. ونيجي هنا كده على الاختيارات بتاعت خيارات المطور، هننزل تحت كده نجيب حاجة اسمها تصحيح الاخطاء اللاسلكي اللي احنا لسه مفعلينها. ونيجي هنا كده ونجيب اخر اختيار اللي هو اقران الجهاز باستخدام رمز الاقران. هنضغط عليه بالشكل ده.
هتصغر الشاشة وتخلّي في زجاجة في نُص الشاشة كده، وتيجي تحت كده كمان معلش كمان مرّة نضغط هنا بالشكل ده. لو قال لك إن يعتذر الإقران ما فيش أي مشكلة، هتضغط كمان مرّة وزي ما أنتم شايفين جالي الرمز ده. المفروض إن الرمز ده يا باشا بتدخّله هنا في الخانة اللي هو بيقول لك دخّل لي ال6 أرقام هنا. هنيجي هنا كده بالشكل ده يا معلم، هنصغّر الشاشة بس عشان نشوف الرمز. طبعًا ضبطتها أهوّة عشان بس أبقى شايف الرمز اللي أنا هاكتبه، هو 7 3 2 7 4 9 بالشكل ده، وهنضغط على العلامة دي يا معلم زي ما أنتم شايفين. هنستنى شوية كده أو هنضغط كمان ضغطة. طبعًا بيقول لي إن جاري التحميل تحت كده، لو لاحظت زي ما أنتم شايفين بيقول لي إن التطبيق بيحمّل، تم تفعيل ميزة تصحيح الأخطاء. طبعًا هنطلع بقى هنشد الشاشة هنخلّيها كاملة عادي، إحنا كده خلّصنا المهمة. هنضغط على الاختيار ده وهتلاقي إن الاختيار بقى معانا بالأزرق، هنضغط عليه بالشكل ده وزي ما أنتم شايفين فتح معانا التطبيق وفتح معانا ال3 رومات اللي قدامكم ده. طبعًا أول روم ده طبعًا روم الألعاب، والروم التاني بتاع عادي ما فيش أي مشكلة هو نفس الروم، وتالت روم بتبقى أندرويد 7 يا شباب، ده طبعًا مش هنستخدمه في أي حاجة. المفروض إن إحنا هنستخدم أول رومين هُم طبعًا زي بعض بالضبط. أنا على سبيل المثال هاختار ده، وهاضغط على أول اختيار من الاختيارين الزرق دول يا شباب زي ما أنتم شايفين. هنضغط على الاختيار ده وزي ما أنتم شايفين هو كده عمل لي تليفون جوّه التليفون. كل اللي عليّا بقى اللي أنا أضغط على علامة التشغيل دي، ولكن زي ما قُلت لك هو المحاكي مش شغّال معايا على التليفون ده، ولكن أنا حبيت إن أنا أشرح عليه الخطوات. طبعًا علشان بقى تشغّل الجهاز بتاعك بتضغط هنا كده بالشكل ده يا معلم، وتختار الاختيار اللي على الشمال علشان تدّي له الصلاحيات. هتدّي له الصلاحيات بتاعته بالشكل ده يا معلم، سماح وسماح وسماح زي ما أنتم شايفين بكل الصلاحيات، وهيبدأ إن هو ينشئ معاك الروم أو المحاكي الأساسي. طبعًا هنستنى لغاية لمّا يجيب 100% والمفروض إن هو هيفتح لنا الجهاز بعد ما يخلّص. طيب فتحت التليفون التاني يا شباب وعملت نفس الخطوات بالضبط لغاية لمّا وصلت لآخر خطوة اللي هي تشغيل المحاكي. هنضغط هنا بالشكل ده يا شباب. طبعًا أنا مضبّط كل حاجة، هاستنى بقى لغاية لمّا يحمّل معايا 100%. لو وقف معاك عند ال37 سيبه دقيقتين 3 بالضبط هيكمّل لل100%، ما تقلقش. طيب هو قرّب يخلّص معانا أهوّة 99%. هنستنى كده وزي ما أنتم شايفين يا شباب من غير ما أعمل أي حاجة، فتح معايا التليفون اللي جوّه فيفون جاجا زي ما أنتم شايفين. هو تقريبًا تليفون تاني مختلف عن التليفون اللي معاك. طبعًا هو الشرح ده كلّه معمول إن إحنا هنستغل المحاكي ده في حاجة معيّنة، ومش شرط إن أنت تاخده كمحاكي أساسي تشتغل عليه في العروض وتشتغل عليه على التطبيقات والكلام ده، لأ أنت حُر. إن شاء الله هاحاول إن أنا أعمل لكم الشروحات اللي أنا شارح المحاكي ده علشانها، عشان بس بنبقى واضحين. فيبقى إحنا كده شرحنا كل حاجة حرفيًا لغاية لمّا شغّلنا المحاكي. طبعًا هو عليه رومات وحاجات معدّلة، بس أنا طبعًا ما ليش دعوة بالحاجات دي، أنا ما أعرفش فيها، فعلشان كده مش هاقدر إن أنا أشرحها لك، أنا باشرح لك الحاجة اللي أنا عارفها بس. وبس ده كان الفيديو بتاعنا، ما تنساش بقى تعمل لايك وتشترك معانا في القناة لو أنت لسه جديد، وباشكرك على المشاهدة وسلام.